النتائج خطأ. انت لما تحط انبوت، اما تحط مقدمات غلط وتبتدي كل خطتك في عملك الاستراتيجي لتأسيس البلد بعد الثورة بطريقة خطأ، طبيعي جدا ان احنا ندفع كل الاثمان اللي بتحصل لحد دلوقتي، لحد ما اللحظة اللي بيترقب فيها المصريون قرار بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، اللي برئ على ذمة قضية المتظاهرين والمحبوس الآن على ذمة قضايا قصور الرئاسة، ويتم يعني البحث في ملفات أخرى لها علاقة ببلاغات عن كسب غير مشروع، غسيل أموال، تهريب أموال إلى الخارج إلى آخره. المهم يفضل في السجن. احنا النهاردة في مشهد المأزق بأنه المحكمة تقرر إخلاء سبيل محمد حسني مبارك. يعني ده أكبر دليل، يعني بعد سنتين وشوية، أكبر دليل على أن كل المقدمات التي بنينا عليها كل أحلامنا بعد ثورة يناير كلها غلط. كل المعادلات اللي احنا مشينا فيها كلها معادلات بتقودنا إلى نتائج للأسف الشديد، نتائج يعني طاحنة لشعبنا وطاحنة للناس وطاحنة لأحلام كتيرة جدا. محدش بقى عارف هو ايه اللي بيحصل، مين ضد مين، مين مع مين، مين بيعمل ايه، الصح فين، الغلط فين، ليه دول قلبوا على دول، طب ليه دول ما قلبوش على دول، ليه ما بنعرفش نتكلم، ليه بنرفض الحوار، ليه الحوار مقطوع، ليه الجماعة كده، ليه الإخوان كده، ليه الأحزاب كده، ليه الإنقاذ كده. كل الحاجات ملخبطة على بعض تماما. النهاردة وانت بتسمع في الشارع ردود أفعال على قرار الإخلاء السبيل اللي بعد كده طبعا عطل لحبس مبارك على ذمة قضايا أخرى، يعني تسمع العجب، يعني كأن هذا البلد لم تقم فيه ثورة، وكأن هذا النظام كانت له أيادي بيضاء وبصمات كبيرة وطهر وعفة وإنقاذ واستقرار وأمن واقتصاد مشرق في البلاد. نندم نحن عليه الآن ونبكي على أضرحة هؤلاء الذين حبسناهم بأيدينا وأردنا الانتقام منهم بأيدينا، وقلنا أننا نبدأ عهدا جديدا طاهرا ليس كعهد هؤلاء. الآن بتسمع في الشارع للأسف ما بين كل 10 مواطنين هتلاقي مثلا 6 7 على الأقل في القاهرة، يعني ما اعرفش الأجواء في الأقاليم، هتلاقي 6 7 بيقولوا أهو أحسن خليه يطلع. لدرجة أنه كاتب كبير زي الكاتب أستاذنا الأستاذ عماد الدين أديب كاتب مقال مهم في صحيفة الشرق الأوسط السعودية تعقيبا على الأجواء بتاعت المحاكمة مبارك وإخلاء السبيل إلى آخره. كاتب مقال يعني شديد الدلالة الحقيقة بعنوان أطلقوا سراح مبارك. المقال على الشرق الأوسط السعودية بيتكلم أنه لا يوجد أي سبب منطقي أو قانوني أو إنساني يبرر استمرار بقاء الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في سجنه، واليوم يعيش مبارك البالغ من العمر 85 عاما في المستشفى العسكري تحت رعاية طبية دقيقة وتحت حراسة مشددة. ورغم أن القضاء أكد انقضاء مدة محاكمته وضرورة حصوله على إفراج قانوني أو إخراج صحي نتيجة حالته الصحية الدقيقة وعمره المتقدم، فإن تسييس عملية القبض عليه منذ اليوم الأول لا تتيح للرجل الحصول على حقوقه القانونية كاملة إلى آخر المقال. أستاذ عماد الدين أديب بيتكلم عن تسييس عملية إلقاء القبض على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وطرح يعني ممكن من الناحية الإعلامية يبدو طرحا شجاعا يعني متقدما عكس التيار، على الأقل التيار السياسي النخبوي الظاهر في البلاد، لكنه في النهاية بيتكلم حوالين عملية تسييس وضرورة إفراج صحي عن مبارك، والراجل يعني هتحبسوه قانوني ولا مش هتحبسوه قانوني. احنا واصلين لهذه النتيجة اللي مرتبكين فيها، مش عارفين الراجل ده يخرج ولا يقعد، الراجل ده كان حق ولا باطل، الراجل ده قتل ولا ما قتلش، طب لو قتل ليه اللي قتله بعديه مش في السجن جنبه. كل هذه الأجواء نعيشها بسبب أن كل اللي بنينا عليه حركة تغيير مصر بعد الثورة للأسف الشديد كلها كانت مرتبكة وضعيفة وهزيلة ومبنية على معادلات غلط، وكانوا الناس بيتفقوا في السر ويختلفوا في العلن، أو يتفقوا في العلن ويختلفوا في السر، وكلهم باحث على مصلحة الخاصة. والنتيجة أن بعد سنتين وشوية من ثورة يناير الناس بتكتب زي ما انتم شايفين كده، يا ريت تحطوا الصورة دي تاني، بكل شجاعة وبكل صخب وبنفس الحماس اللي كان موجود وقت ثورة يناير ضد هذا الرجل. حطوا لي صورة البنت تاني. بيكتبوا على يعني رؤوسهم
مبارك بكل العنف وبكل يعني الثقة في النفس، وبيخرجوا علشان يدافعوا عنه باعتبار أن هذا الرجل من وجهة نظرهم بريء، وأن ما آلت إليه أحوال البلاد هو اللي دفع يعني بهؤلاء الناس من المواطنين اللي بيشتاقوا إلى أمن واستقرار إلى آخره، بكل هذه الشعارات يعني اللي بتتقال عن عصر مبارك. مشتاقين لعودته مرة تانية، وللأسف الوضع القانوني بيتيح هذا المشهد. هنشوف يعني مشهد من اللي حصل النهارده كده في المحكمة، ونشوف الفرق ما بين يعني مشاعر مبارك وهو داخل في المرة الأولى للمحاكمة بهزلان وبضعف وبتخاذل وبانكسار، ثم أحواله الأخيرة وهو مرتدي النضارة الشمس وبيشاور للناس وكده. نشوف.